السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مجددا في الدرس الثاني للدورة. اليوم راح نخدموا مع بعض عرايش جاردينيير مع السنين من أروع ما يكون. ما تردوش في أنكم تطبقوا الوصفة. نفتحوا مع بعض حبة راح تجي معسلة ومعلكة من الداخل ولو أنها بالكاوكاو فقط. نبدأ الوصفة مع بعض. بالنسبة للعجين راح نحتاج 3 كيلات تاع فرينة. عندي كيلة مارغرين توريق مذابة، هذه لا مارك اللي نستعملها لا باريزيان. عندي ماء زهر باش نعطر العجين، وعندي ماء طبعا باش نلم العجين. راح نحتاج ايضا ملون احمر، وعندي هذا الطوابع اللي راح نخدم بهم العرايش وهاد الورود اللي راح نزين بهم. للحشو راح نحتاج 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي. اذا بغيتوهم عامرين راح تحتاجوا ضعف الكميه هذه. راح نحتاج لهم نصف كيلة تاع سكر عادي حبيبات. راح نحتاج ملعقة صغيرة زبدة توريق مذابة فانيلا، ونحتاج أيضا عسيلة. ونبدأ مباشرة نحضر في العجين. هنا نحضروا مسبقا باش نخلوه يريح. هنا الكيلات تاع الفرينة درت عليهم رشة تاع ملح، وراح نبدأ نبسسهم بهذاك الكيل تاع مارغرين تاع الفيطاج تكون دايبة وباردة. نبسس العجين بها، ندخل مليح هذيك الزبدة في الفرينة حتى تمتصها جيدا. نضيف عليها مغرفة ماشي معمرة تاع ما زهر، نعرفوا الماء زهر ينشف العجين ما نكتروش منه. ونبدا نبل فيها بالماء، نبلها على فترات، نخلي ندخل السر في هذا العجين باه يجينا مليح. ما نديرش الماء دفعة واحدة، ندير على دفعات. ندخل مليح كمية تاع الماء عاد باش نضيف كمية أخرى. هنا مازال ما وصلتش للقوام راني باغياته. هنا لو كان بهذه الطريقة ونبدأ نحل فيها ما تجينيش العجين، ما يجينيش شباب. الوغ نكمل فقط راني نرش. كما راكم تشوفوا الكمية راها قليلة. هنا عطاتني 10 حبات تقريبا. نكمل نلمها بهذه الطريقة وانا نزيد في الماء حتى نتحصل على العجين اللي انا عفوا اني باغياته. هنا دائما الماء ما تضيفوش دفعة واحدة، فقط رشات. هنا بعد ما نلمها جيدا نقسمها باش نبدأ نضيف عليها الملون. هنا اختاروا اللون اللي راكم باغينه. انا اخترت اللون الوردي اللي راح نخدم به العرايش تاعي تاع اليوم. هنا بعد ما لميتها قسمتها على نصفين. النصف الكبير راح نخليه نلفه في ورق بلاستيك الزبدة ونحطه في الثلاجة، والنصف الثاني راح نبدأ نلونه. هنا نلونه باللون اللي كن باغينه. انا فضلت اني نلونهم باللون الوردي. هنا خلطته فقط مع ماء. هنا هذا اللون الاحمر وراح نتحصل على لون وردي. هنا نلمها مليح مع بهذا الملون، وراح ممكن نحطها في الآلة اللي نفرض بها العجين. راح توزع اللون جيدا. هنا اللي عنده اللون يكون سائل احسن من البودرة. نلمها مليح، والثاني هي نحطها في ورق بلاستيك ولا ورق الزبدة ونخليهم يريحوا اكثر من ساعتين باش نبدا نخدم فيها. وبهذا نكون كملت مع العجين. وهنا رحت نحضر الحشو. حطيت الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته وهو ساخن.
هنا نحمصوه فقط، نرجعوه اصفر فقط. ضفت عليه كمية السكر اللي هو نصف كيل سكر عادي الحبيبات. نضيف عليه رشة الفانيلا، ونضيف عليه الزبدة اللي هي مغرف صغيرة، زبدة مذابة. هنا اللي بغى يدير بشر ليمون يدير، انا ما فضلتش ندير، احتفظت فقط بالذوق تاع الكاوكاو مع الفانيلا. ونبدا نرش فيه بما زهر ونعجنه جيدا. هنا الحشو يتعجن جيدا باش يعطينا هذيك التعليكه، وباش السكر يذوب بحراره اليد ويعطينا نتيجه جيده. فقط تتبعوا النصائح وراح تتحصلوا على كاطو من اروع ما يكون. هنا نعجنه جيدا ونلفه تاني هو في بلاستيك غذائي ونحطه في الثلاجه يرتاح نفس الوقت تاع العجين. يعني راكم تشوفوا حضرتهم مع بعض ونحطهم يرتاحوا. طبعا نغلفه بورق ونخليه يرتاح. وهنا نروح بعد ما ارتاح العجين ساعتين ولا خلوه ليلة كاملة نبدأ نفتح فيه. طبعا نستعين بالآلة تاع اللي نفتحوا بها العجين، ونستعين بالفرينة باه لاباط ما تقعدش الاستيكا تتمطط. هنا نطوي في وراني دايرتها في الرقم الاول اللي هو الواسع، ونبدا نطويها هكا باه تتعجن وتولي ملساء. ومن بعد نبدا ندير في الرقم 4، من بعد في الرقم 5، من بعد 7. نتوما ديروا في السمك اللي راكم باغينه، ما ديروهاش رقيقه بزاف، ديروها 6 ولا 7 يكفي. ما ديروهاش السمك تاعها رقيق بزاف، ما تجيش الحلوى شاده روحها. الوغ نفس العمليه نكررها بالنسبه للعجين الوردي. نطوي ونبدا نعجن فيه في الاله. طبعا نستعين بالفرينه هنا حتى نشوف باللي هذوك الحبيبات ولا تاع اللون راحوا، ويولي العجين يولي املس. نكرر لها نفس العمليه اللي درتها مع العجين الابيض. دائما نستعين بالفرينه. بعد ما نحلها نبدا نستعمل القطاعات اللي كنتو شفتوهم معايا. انا السلسله اللي عندي فيها 3 قطاعات، استعملت الكبيره والصغيره. هنايا ها هو العجين الابيض، نبدا نقطع فيه. هنا ديت هاد القطاعه الكبيره، راح نخلي لكم القطر تاعهم في صندوق الوصف مع المقادير تاع الوصفه. ها هو السمك تاعها، والباقي طبعا اللي شفت هذوك نحتفظوا بهم باش نعاودوا نحلوهم. ونفتح العجين الوردي. هنا راه صاي، راكم تشوفوا اللون راه موحد. وهنا استعملت الصغير ونبدا نركب فيهم. هنا ما استعملت والو، ما نستعملوا والو، ما نديروا لا ما لا بيض فقط وحدها تلصق. يعني هذه انا دائما ندير هذه الحلوى في مناسباتنا. وهنا ناخذ هذيك الدائرة ونبدأ نحط فيها الحشو بنفس الطريقة اللي نحطه في العرايش العاديين. هنا إذا بغيتوهم عامرين راح ديروا كل باتوني كيما هاك ديروا فيه 15 حتى 17 غرام، وإذا بغيتوهم موان ديروا فيهم 12 غرام فقط. هنايا نكمل بهذه الطريقة، نحط هاد لي باتوني راكم تشوفوا راهم بشكل واقف، مانيش ديرتهم احرابش. وراح نبدا نلم عليهم العجين. هنا ما تخافوش ما راحش يتنحى، فقط زيروا مليح الجوانب. ونبدا نفصوني فيها بنفس الطريقه اللي نخدموا بها العرايش العاديين. ها هو هنايا. هنا بعد ما ها هي بعد ما كملتها دوك نبدا نخدم لها الورود. شوفوا الالوان يجوا باينين.
هنا فقط هذاك العجين، نفس العجين راح نبدا نخدم به الورود. نفتحه ونبدا نطبع في الورود. طويت العجين على 2، جاني رقيق بزاف، طويته على 2، طبحت وندير ثقب في الورده هكا باش نقدر نحط الحبه تاع البيغ الارجنتي، ونكمل بالعجين الوردي نطبع نفس الورود لكن صغيره. اختاروا نتوما واش بغيتوا تزينوا، بغيتوا تزيدوا ورود في الجوانب، ما بغيتوش ما تزيدوش ماشي مشكل. دائما بنفس الطريقه باش ندير فتحه هنا دو اي حاجه تقدروا تخدموا بها باه تثبتوا الورده، ونديروا مكان للحبه تاع البيغ الارجنتي اللي الحبه تاع العقاش. هنا نكمل بنفس الطريقة، نكمل كاع التزيين تاع الحبات، نخليه طبعا يرتاح مدة ساعتين 3. ها هو الشكل النهائي تاع الحبة تاع العرايش تاعنا. درت لها هاد الورود. ناخذ هاد لامبورت يعني ونخدم يعني به بكل بساطة، يعني نلصقهم بهذه الطريقة. يعني شوفوا كيفاش يجوا. نكمل كاع الكميه ونخليهم يرتاحوا، يعني هنا العفسه فيهم انهم يرتاحوا وقت طويل، نخلوهم يرتاحوا مليح باش نبداو نطيبوا. هنا نصف الحبيبات نخليهم يريحوا ساعتين باش نبدا نطيب فيهم. وهنا بعد مرور ساعتين نسخن الفرن على 160 درجة، ندخلهم يطيبوا. كم تشوفوا راهم ناشفين، ندخلهم يطيبوا على حرارة 160 درجة. نهزهم فقط يدو تحميرة خفيفة من تحت، يعني العجين راه رقيق ما يديناش وقت كبير باش يطيب. ونخرجهم باش نبدا نعسل فيهم ونكمل التزيين. حضرت هنا بعد ما طابوا مباشرة، حضرت عسيلة خفيفة وبديت نعسل فيهم. هنا عسلوهم في حاجه مفتوحه، ما تحطوش حبه على حبه، راه فيهم الديكور يفسد. الوغ نعسلهم بهذه الطريقه. راكم تشوفوا العسيله خفيفه، هذه التحسيله الاولى. ونعاود نعسلهم للمره الثانيه بعد ما يبردوا تماما، نعسلهم بحسل شويه ثقيل. بعد ما بردوا تماما الحبيبات تاعنا، درت لهم لي بيرل هادوك، زينتهم بهذوك لي بيرل، وبديت نرش فيهم بحسيله ثقيله باش يبقاو معسلين. وبهذا نكون كملت معكم الدرس تاع اليوم. ان شاء الله قاع تستفادوا، تطبقوا الوصفه. وفي الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.